لما نزلت الستوري بتاعتنا في ايطاليا واحنا بنعمل لونشنج لماسك الشعر الابيض الاكسترا بيلاتري الماسك بتاعنا، ناس بدات تدخل تسالني هو الماسك عباره عن ايه؟ معقوله؟ لسه في ناس ما تعرفش الاكسترا بيلاتري. احنا بقالنا 5 سنين على التوالي بنشتغل في الماسك ده، مر بجنريشنز كتيره، مر بتصنيعات كتيره وباتشات كتيره، وافضل واحسن باتشه فيه دلوقتي هي الباتشه الاخيره اللي عملنا لها اللونشنج في ايطالي. طيب تعالي اقول لك باختصار، انت عايز تعرفي الماسك ده عباره عن ايه؟ الماسك ده البديل الامن للصبغه. الناس اللي عندها شعر ابيض، شيب مبكر، شيب وراثي، شيب ايجد سن، وعايزه تكفر الشعر الابيض بتاعها بدون ضرر ومشاكل الاكسجين والامونيا والصبغه والنشفان والدمج والتقطيم اللي بيحصل في الشعر، يبقى الماسك ده انسب حاجه هتستخدميها. بيحتوي على الكافيين اللي بيساعدك لو انت بتعالجي شعرك من التساقط، في كميه مرطبات وزيوت، في البالموتايل تترابيبتايد 4، في مستخلصات مهمه جدا هتخلي تكفر شعرك للون الاغمق من غير اي مشاكل، من غير اي اضافات، من غير بالعكس ده كمان في مواد جديده ترميميه للشعر. استخدامه سهل جدا جدا جدا، تطبيقه في منتهى الامان والسهوله. بيبقى معانا جلافز لان طبعا هو بيحتوي على الحديد، والحديد عنصر من العناصر اللي بتبقع الجلد، فممكن يجي على ايدك يضايقك. وده شكل العبوه، هو بامب. هنزل البامب على الفرشه وابتدي اسرح الشعر اللي فيه ابيض، وحتى لو عملت كفر لشعري كله حتى الشعر الغامق كنوع من انواع التريتمنت او الترميم، الحاجه الهيلثي اللي تخلي شكل الشعر هيلثي، انه هتلاقي فيه لمعه حلوه من كميه الزيوت والترطيب اللي موجوده فيه، كاني بعمل ماسك تغذيه لشعري. وغير مقصود بالترميم الفرد، مش مقصود بيه الفرد على الاطلاق، مقصود بيه التغذيه والترطيب، وان انا برمم شعري من مشاكل الصبغه او مشاكل استخدام البيبيليس او الحاجات اللي انا عملتها قبل كده عملت دامج في شعري. على فكره تقدري تستخدميه لحواجبك لو فيها شعر ابيض او انت حابه لونها يغمق، تقدر تستخدمه لدقنك لو فيها شعر ابيض وانت حابب تكفره. عشان كده احنا بنوديه السعوديه بكميه كبيره قوي، ومعظم الناس في السعوديه بتستخدمه هم رجال مش سيدات. استخدامه امن جدا، ملوش اي مشاكل. عملنا له لونشنج في ايطاليا ودلوقتي موجود في دول كتير، ونقدر نستخدمه بمنتهى الامان والفاعليه. امن ماسك ممكن تستخدموه لكفر الشعر الابيض كبديل امن للصبغه. احذري التقليد لانه تقلد. ده شكل العبوه الاوريجينال، ده شكل العبوه اللي موجود حاليا، الباتشه الجديده اللي هي اخر باتشه نزلت، وبقى كتير شكل العبوه ما بيتغيرش، ولكن الماده نفسها بقت مور ريتش.